أحبتي مشاهدي هنا سومر الإخبارية، هذا لقاء يتجدد معكم هنا في مضارب قبيلة خفاجة. قبيلة خفاجة من القبائل العربية. اليوم نحن كاميرا هنا سومر الإخبارية في مضارب هذه القبيلة، ومعنا الشيخ العام. نقول لك السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنت تدري بالفلاحين والمزارعين لهم وقفات احتجاجية هذه الأيام، وهناك مطالبات إلى رئيس الوزراء بخصوص استلام كامل حصتهم اللي زارعينها من المحصول الحنطة الاستراتيجي. هناك تضارب في الأسعار أو مفاضلة. شيخنا، أنت بالنسبة لك أريد منك مناشدة رئيس الوزراء، لأن أنت بالنسبة لك تمثل بلد، تمثل قبائل عربية. نعم، نناشد السيد رئيس الوزراء ويكون هو الأب لكل العراقيين والأب للفلاحين. الفلاح لا يكون مظلوم. الفلاح تعب وزرع وجهد، تدري جهد لمدة سنة، فنرجو منه أن يكون عون للفلاح لا ضد الفلاح. هو شيخنا يعني هسه الحصه مالته مثلا يقول له انت داخل الخطه 850، خارج الخطه 450. شيخنا، انت هذا لك تعليق بالموضوع؟ والله يكون متساوي الفلاح، ليش هذا 400 وهذا 800؟ فنرجو من رئيس الوزراء ان يكون له الكلمه العليا، وهو قلنا عون للفلاح، مثل ما نزل بالكوت، مثل ما نزل بالسماوه، حتى يشجع الانتاج الزراعي. شيخنا، يمكن هو يعني من هذه يعني من رحم هذه العشائر، هو رجل من هذه العشائر، ممكن كلمتك توصله بسرعه. والله هو مهندس اولا، مهندس زراعي، وابن الجنوب، وابن شيوخ، ابن مضيف، فيعرف هذه الامور. سيد رئيس الوزراء مو بعيد عن الفلاح والمزارع، اكيد ابن العماره. فالناشده يريد يرفع الحيف عن الفلاح. نرجو من السيد رئيس الوزراء ان الناصريه والعماره تعبانه من شحه المياه، نرجو انه يطالبون بشحه المياه، لانه الناس راح تهاجر من وراء شحه المياه. خطوه كلش جائره وظالمه بحق الفلاح، لان الفلاح الان عمله وطبيعه زراعته مثل التجاره بالضبط، من المبيدات، من الاسمده، من البذور، فهي ب 850 تكاد السد مخاسيره، ويحصل له فد مبلغ اللي ممكن يقوت عياله ونفسه ويمشي حاله بها. اما اذا على 400، وهو اعتقد هي هاي ما صادره من وزاره الزراعه، اعتقد هذا القرار هو القرار الجائر، اريد اقول اعتقد هو لوزاره التجاره، وهذا مو صحيح. هذا يبخس حق الفلاح. تدخل رئيس الوزراء؟ طبعا نطلب تدخل رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء، وخاصة هو ابن الجنوب، وهو ابن شيوخ، وهو ايضا عايش هاي الشريحة، وايضا هم عايش هاي الشريحة، وعنده مقاطعات وعنده اراضي، وكان يزرع ويعرف معاناة الفلاح شنو. فاحنا نتمناه ان يرفع الحيف عن الفلاح بهذا الجانب.